السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو جديد ان شاء الله في قناتي. فاليوم حبيت او ارتئيت انه نراجعوا منهاج ماده التربيه الاسلاميه بالسلك الثانوي، بسلكي التعليم الثانوي الاعدادي والتاهيلي العمومي والخصوصي من طبيعه الحال في دقائق ان شاء الله. يمكن هذا الفيديو غادي يكون الجزء الاول، والفيديو الاخر غادي يكون الجزء الثاني، يعني انه غادي ندير هذا المنهاج في جزئين، يعني باش تفهموا، باش تكون هناك فعاليه في هذه المراجعه ونتيجه ان شاء الله. فكما كتشوفوا الناس اللي دافعين التخصص ديال التربيه الاسلاميه، فاول حاجه اللي خصهم يطالعوا عليها واول حاجه كيطالبوا بها وهي الدروس، يعني الدروس المقرره في الكتب المدرسيه، ثم المنهاج ديال الماده، ثم ديداكتيك الماده. بطبيعه الحال علوم التربيه راه مطالب به الجميع سواء في الابتدائي او في السلك الثانوي. فلهذا ان شاء الله ارتئيت انه نبدا لكم بمنهاج ماده التربيه الاسلاميه بسلكي التعليم الثانوي والاعدادي والتاهيلي العمومي والخصوصي. هاد البوليكوب او هاد الوريقات، فإلا بغيتوهم PDF نحط لكم الرابط ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. واحد السهم تما تضغطوا عليه وعادي تلقاو الرابط ديالو، فهو اولا تنزلوه من وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني، راه كاين فيها هاد الكتيب. اذا نبداو ان شاء الله. اول حاجه كيبداو بها واللي هي منهاج التربيه الاسلاميه بالسلك الثانوي، يعني في سياق التحولات الاجتماعيه والثقافيه والتنمويه اللي شهدها المغرب. بالنسبه للناس اللي طلعتوا على هذا المحور، يعني منهاج الماده ومنهاج التربيه الاسلاميه بالسلك الثانوي، فهذا المحور عام وفضفاض بزاف، ولكنه غادي نحاولوا نختصروا جميعا ان شاء الله. وهذه دعوه صريحه انه تمشوا تقلبوا على هذا البوليكوب او لا تنزلوه عندكم وتقراوه وبتمعن وبتركيز ان شاء الله. او لا، هاد الفيديوهات صراحه كيساعدونا انه ممكن تلقي الفيديو وانت كتصنطي وكتكتبي، فكيكون انا بالنسبه لي كيكون احسن من انه نقرا ونقلب. فالوقت خاصه انه وجيز ما بقاش الحال، لذلك فالفعاليه ديال الفيديوهات كتكون عندها واحد الفعاليه اكبر. فبالنسبه لهذه الوثيقه منهاج التربيه الاسلاميه بسلكي التعليم الثانوي الاعدادي والتاهيلي، خصكم تطالعوا عليها، وكذلك تطالعوا على التوجيهات الخاصه بتدريس التربيه الاسلاميه بالاعدادي والثانوي في المنهاج القديم، والاستفاده من هذا الجزء ان شاء الله، خاصه فيما يتعلق بجانب علوم التربيه. ومن العناصر اللي كنشوف انه مهمه في هذا المنهاج، هذه الوثيقه ديال منهاج التربيه الاسلاميه بالتلك الثانوي الاعدادي، انه كيعطونا التعريف ديال التربيه الاسلاميه. كايتها ماده فخصك تعرف شنو هي التعريف ديال الماده اللي بغيتي تدرس ان شاء الله، كذلك الغلاف الزمني ديالها خلال السنه الدراسيه، كذلك الاسس البيداغوجيه والديداكتيكيه التي أسس عليها هذا المنهاج ديال التربيه الاسلاميه، وكذلك مقاصد التربيه الاسلاميه والقيمه المركزيه والقيم الناظمه لهذا المنهاج، ثم المداخل، واخيرا المداخل الاساسيه لبناء منهاج التربيه الاسلاميه. فهذا كل ما يتمحور عليه هذه الوثيقه التي يعني ادلس بها وزاره التعليم. اذا نبداو ان شاء الله. كمقدمه، فباش نفهموا كيفاش جا هاد التطورات ديال المنهاج والمستجدات ديالو والتغيرات اللي وقعوا فيه، ففي سياق التحولات الاجتماعيه والثقافيه والتنمويه اللي شهدها المغرب في مختلف مجالات الحياه في عهد الامير امير المؤمنين محمد الخامس محمد السادس نصره الله، وفي ظل الإصلاحات البناءة في مجال تدبير الشأن الديني المتمثلة أساسا في ترشيد الخطاب الديني وفي تفعيل أدوار المساجد ووظائفها، يعني أنه في عهد الحماية وما قبل الحماية فكان المسجد أو لا التعليم العتيق فهو المكان الرئيسي لتعلم الناشئة آنذاك والطلبة آنذاك.
ووظائفها من طبيعة الحال وصيانتها حماية وتنمية، وتجديد دور الدين وعلمائه في حياة الأمة. كان من الطبيعي أن يولي مولانا أمير المؤمنين وحامي الملة والدين العناية الفائقة لتعليم الدين بمختلف المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بالتربية الدينية خاصة. هذا توجه جاء في إطار البلاغ الملكي السامي بمدينة العيون آنذاك بتاريخ يعني 6 فبراير 2016. ركزوا على هذا التاريخ 6 فبراير 2016 بمدينة العيون. شنو قرر في هذا البيان أو هذا البلاغ؟ قرر في جلالته على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، يعني أنه سواء في المدرسة العمومية أو في الخصوصية كل سواء، أو مؤسسة التعليم العتيق، وذلك بهدف إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة وفي صلبها المذهب المالكي السني. سطروا على هذا المذهب المالكي السني، قلبوا عليه، فخصو تكون عندكم معلومات عليه، ضروري ومهم جدا، لأنه كيتحطوا في الأسئلة المذهب المالكي اللي متابعوا المغرب، الداعية إلى الوسطية والاعتدال وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. كما شدد جلالته على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة والغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر. يعني أنه هاد الطلبة أو التلاميذ أو الناشئة اللي عادين نقرروا التربية الإسلامية فما بغيناهمش فقط يكونوا منحصرين على التربية الإسلامية أو التربية الدينية، بل يكونوا فاعلين في المجتمع ويكونوا يتحلون بقيم المواطنة وبقيم التفاعل الحضاري إلى آخره. ومن أجل تحقيق هذا المقصد عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ترجمة هذه التوجهات الملكية السامية، وذلك من خلال مشروع مراجعة وتحيين الهندسة المنهجية للتربية الإسلامية الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية، بما تتضمنه من مكونات على مستوى الأهداف والتوجهات والبرامج والمضامين التعليمية وصيغ التدبير التنظيمية والتربوية. فالآن إن شاء الله غادي نمروا الأول منطلق لمراجعة وتدقيق مراجع ومناهج التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي. فعندنا أول منطلق واللي هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين. الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضروري خصكم تطلعوا عليه أو تطلعوا على ملخص فيه، فجات في غايات كبرى وأهداف كبرى اللي بغيناها منه باش نحققوا هذا الإصلاح أو هذا التدقيق في المراجع أو تحيين المناهج التربوية. فحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفلسفة التربوية والمرتكزات الثابتة لإصلاح النظام التربوي المغربي، وكذا الغايات الكبرى المتوخاة منه، وحددها في التأكيد على دور المدرسة والمجتمع. يعني أن دور المدرسة والمجتمع خصها يكون عندها واحد الدور فعال وواحد النتيجة فعالة للمجتمع وللفرد كذلك، وتعاونها المدرسة والمجتمع بشكل تفاعلي إيجابي لتحقيق النماء والتقدم للفرد والمجتمع في كافة المجالات. النقطة الثانية اللي في ميثاق التربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضوح الأهداف وضوح الأهداف، يعني الأهداف المتوخاة من الإصلاح ومن مراجعة المناهج والمتمثلة فيه. أولا الإسهام في تكوين الشخصية المغربية المستقلة والمتوازنة والمنفتحة والمستوعبة لكل الإنتاجات الطارئة أو التي تحدث في مجتمعنا أو في الوطن العربي في العالم. الإسهام في تحقيق النهضة والتقدم للوطن في مجالات متعددة. اعتماد التربية على القيم وتنمية وتطوير الكفايات التربوية والتربية على الاختيار، يعني أنه تكون عنده شخصية مستقلة قادرة على الاختيار، واعتبار المدرسة مجالا حقيقيا لترسيخها. اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين الأبعاد المختلفة، يعني المعرفة، الوجدان والسلوك. اعتماد مبدأ التوازن في التربية بين مختلف المجالات السابقة
كذلك آخر نقطة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهو اعتماد مبدأ التنسيق والتكامل بين مختلف المواد لتحقيق كفايات التعلم ومواصفات التخرج. ثاني منطلق أو لا ثاني منطلق أيضا لتحيين هذا المنهاج واللي هو الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. كذلك نصت في قرارة فيها على مجموعة من النقاط تخص منهاج أو تحيين منهاج التربية الإسلامية واللي أول حاجة نصت عليها وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص. ثاني حاجة الجودة للجميع، يعني ديك في الماضي يعني أنه في قبل يعني في الحماية وما بعدها وما قبلها يعني كانت هناك عنصرية أو أصحاب النفوذ فقط أو من هم في أعالي الوظائف أهلهم، يعني هم من يكملون دراستهم وهم من يتعلمون في مناهج متقدمة، يعني كانت هناك عنصرية كبيرة. يكمن جوهر هذه الرؤية الاستراتيجية في إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. وهذه الأسس أسس كبرى ناظمة للإصلاح كفيلة بتحقيق أهدافه. ثم ثالث قلنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين. المنطلقات الأساسية لمنهاج التربية الإسلامية: أولا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ثانيا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ثم ثالثا استراتيجية الوزارة في مراجعة المناهج والبرامج. يعني اعتمدت هذه المراجعة يعني على مواكبة المستجدات التربوية، تأتي التدابير ذات الأولوية وخصوصا التدبير الأول. يعني هاد الوثائق كلهم اللي حلتكم عليهم فضروري أنه تطلعوا عليهم وتطلعوا عليهم ولو شوي، ولو الأول ديالهم، يعني ضروري أنه راه مهمين جدا، ولو التلخيص ديالهم اللي لقيتو تطلعوا عليه عاد تلقاو فيه هاد المعلومات. يعني وخصوصا التدبير الأول المتعلق بتحسين منهاج السنوات الأربع الأولى في الابتدائي لتصحيح النواقص الملحوظة في الكتاب الأبيض ومنها الاختلالات التي تشوب منهاج التربية الإسلامية، يعني أنه كان هناك ضعف انسجام التلميذ في هذه القيم وكيفية تدريسها من طرف المعلم وإيصال المعلومة إلى التلميذ، يعني كان هناك ضعف الانسجام في المادة. يعني من بعد المنطلقات اللي شرتكم إليها الآن، هناك اختيارات وتوجهات عامة للإصلاح التربوي بصفة عامة. اعتمد الإصلاح التربوي الاختيارات التوجهات التالية: أول اختيار توجهات يعني في مجال القيم، في مجال المضامين، وفي مجال الكفايات. في مجال القيم يعني هاد القيم منصوص عليها ديجا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللي تحددت في قيم العقيدة الإسلامية، ثم قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، ثم قيم المواطنة، حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. ثم عندنا في مجال تنمية وتطوير الكفايات، ويتعلق الأمر بالكفايات الاستراتيجية التواصلية والمنهجية والثقافية والتكنولوجية، وهي كفايات تتداخل وتتكامل فيما بينها، تروم تمكين المتعلم أو المتعلمة في معرفة ذاته وغيره وتسليحه بأدوات التواصل المختلفة تمهير توظيفها ليرقى بنفسه أولا ويحقق البعد التنموي المجتمعي في كافة المجالات ثانيا، وهو ما اصطلح عليه باستهداف الكفايات المرتبطة بالذات والكفايات القابلة للاستثمار في التحول الاجتماعي والكفايات القابلة للتصريف في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. يعني هذا ما يوجد في مجال التنمية وتطوير الكفاية. ثم الاختيارات التوجهات في مجال المضامين، قلنا في مجال القيم، ثم في مجال تنمية وتطوير الكفايات، ثم في مجال المضامين، وهي التي تمكن النظام التربوي عموما من القيام بوظائفه وتخدم المواصفات المحددة للمتعلم في كل مرحلة
دراسية. قلنا أنها تخدم خصها تخدم لنا المواصفات المحددة للمتعلم. أشنو بغينا من هذا المتعلم؟ هذا هو في مجال المضامين. ومن أهم التوجهات الاختيارات في هذا المجال اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا، وتقدير الإنتاج المعرفي الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من المعرفة الكونية. اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير. ثم اعتماد مبدأ الاستمرارية والتدرج في بناء المعارف الأساسية عبر المراحل التعليمية. ثم أيضا يأتي في مجال المضامين تجاوز التراكم الكمي وتلقي المضامين المعرفية، أنه كانت المؤسسة أو كانت المدرسة هي عبارة عن كمية المعلومات التي يأخذها، يراعون كمية المعلومة التي يأخذها التلميذ، ولكن لا يراعون استجابة التلميذ مع هذه الكمية ومدى إيصال المضمون هذه المعلومة للتلميذ، في حين الآن أصبح المضمون هو المهم من الكمية. وإحداث توازن بين المعرفة في حد ذاتها والمعرفة الوظيفية. توزيع المقاربات الديداكتيكية والبيداغوجية لبناء المعارف. فهاد التوجهات في مجال المضامين فهو مهم جدا، يجب عليكم الاطلاع عليه. يعني من بعد المنطلقات اللي شفنا والتوجهات اللي شفنا، فيأتي ماذا نريد من المتعلم، يعني أو مواصفات المتعلم بالتعليم الثانوي. فهذه حبسوا الفيديو، جبدوا ورقة وستيلو وبداو تسجلوا مواصفات المتعلم بالتعليم الثانوي. هذه نقطة، هذا محور مهم جدا 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 اللي خصكم تكونوا عارفينه. غادي نديرو في الفيديو الثاني ان شاء الله القادم، ما غاديش نتاخر عليكم به، فغادي نحطو اليوم ولا غدا ان شاء الله، ونحطو لكم لانه ما بقاش الوقت بزاف. يعني انا ما بقاش الوقت باقي، بغيت ندير معكم نكمل معكم هذا المنهج، وبغيت نمشي معكم ان شاء الله للديداكتيك. ثم اهم حاجه واللي هي الامتحانات السابقه، يعني نديروا مراجعه عامه للامتحانات السابقه، وكذلك الدروس. يعني مازال عندنا الدروس، تلخيص الدروس كل هذه المستويات كلها بالنسبه لماده التربيه الاسلاميه، وكذلك ديداكتيك مادة التربية الإسلامية، وكذلك منهاج مادة التربية الإسلامية اللي هو حنا في طور الشرح ديالو دابا ولا القراءة ديالو. ثم بالنسبة لعلوم التربية فهناك يعني فيديوهات لا منتهية من الفيديوهات اللي كتدرس لنا هاد علوم التربية، فلا وأيضا لها متخصصين كذلك، فلن أكون متطفلة في هذا المحور. لذلك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. فما تنساوش الى عجبكم الفيديو او لا عجبتكم طريقه الشرح تقولوها ليا، ولا كان عندكم اي انتقاد ولا اخطاء درتهم فممكن تنصحوني وتصحوهم ليا في اسفل الفيديو في التعليقات. وكنبغي نشكركم والله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.